تعرف ان الزيت اللي بتحطه في عربيتك ممكن يأثر على علبة البيئة؟ ايه ده؟ ازاي يعني؟ كلمتكم قبل كده عن اسباب تلف علبة البيئة، وقلت عن 3 اسباب بتخلي علبة البيئة تبوظ، خصوصا في العربيات اللي مواتيرها GDI اللي هي مواتير الكيا والهيونداي. واهم حاجة من الحاجات دي هي الزيوت. لو انت متخيل انك لما بتحط اللزوجة المناسبة لعربيتك من غير ما تبص على مواصفة الزيت نفسه انك كده بتحط الزيت الصح وانك كده في السليم، يبقى انت اكيد غلطان. وخليني اديلك مثال عشان تفهم قصدي. شركة موتور الفرنسية بتعمل جيركنين زيت من لزوجة ال 5W40، بس الجيركنين دول مش زي بعض. ازاي بقى؟ اول جيركن اللي هو الاكسس مواصفة القيسية بتاعته A3B4، اما الجيركن التاني مواصفة القيسية بتاعته C3، ودي مواصفة مخصوصة موجهة للعربيات الحديثة اللي تابعة لنظام اليورو 5 واللي فيها نظام مختلف للعادم وعلب بيئة حديثة. فلو انت عربيتك من العربيات دي وجيت حطيت لها زيت A3B4، فمعنى كده انك بتحط زيت مش مناسب وفي اضافات زيادة نسبتها اعلى من النسبة اللي علبة البيئة مصممة ان هي تتعامل معاها. فالاضافات دي هتتحرق وهتخرج مع العادم وهتأثر على علبة البيئة، ومع الوقت هتسبب فيها سدد. طب هيجي واحد يقول لي طب ما احط الزيت اللي فيه اضافات اقل على طول ورايح دماغي. هقول لك لا طبعا، لان الموتور بتاعك مش مصمم ليها، والمواتير المصممه ان هي تشتغل على مواصفه السي 3 بيبقى معمول حسابها في تصميم الموتور نفسه. فلو استخدمت مواصفه غلط يا اما هتبوظ علبه البيئه يا اما هتبوظ موتور عربيتك. فانا لو مكانك هبص في الكتالوج او على موقع الشركه بكود الموتور بتاعي او برقم الشاسيه واختار الزيت الصح. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو عشان تشوف فيديوهات زي دي كتير.